اهلا بيكم. تعالوا نعمل مع بعض النهارده كفته سهله جدا جدا اقتصاديه بدون لحوم بدون فراخ بمكونات كلها موجوده في البيت، وان شاء الله من سهولتها ومن بساطتها هتعمليها كتير. هنعملها ان شاء الله بطبقه مقرمشه من بره وطريه من جوه زي ما انتوا سامعين، وان شاء الله رب العالمين هتلاقيها بسيطه جدا في ايدك ومشبعه جدا. ونبدا على بركه الله. وطبعا لو اول مره تشوفوا القناه اتمنى اشتراككم فيها وتفعيل الجرس للكل. نبدأ بسم الله ونصلي على رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنا استخدمت كوباية من الرز نقعتها كويس، وهنضيف ليها كوباية ونص من المية وشوية ملح ومعلقة سمنة أو زيت، وعلى النار هنسويها. أول ما تنشف المية هنسيبها تتردد لغاية لما تكمل سوي. طبعا لو عندك طبق رز باقي من الغدا هيكون ممتاز جدا. هتضيفيله بس ربع معلقة كمان، ربع كوباية من المية، وهتسيبيه لغاية لما الرزاية تستوي بشكل زيادة شوية. وهنا عندي 600 جرام من البطاطس، ممكن تزيديه الكيلو. طبعا غسلتها وقشرتها وقطعناها مكعبات، وهنغمرها بالمية وهنضيف عليها معلقة من الملح، وهنسويها كويس جدا على النار بحيث انها تبقى طرية معانا. بصلتين كمان هنستخدمهم وسط، عندك بصلة كبيرة استخدميها، هنبشرها بشر خشن. وانا هنا بصراحة ما بحبش البصل يكون ظاهر قوي في الكفتة، ف يعني ضفت معلقتين زيت وهنشوحه على النار. لو انت حابة طعم البصل يكون ظاهر فيها ضيفيه فريش على طول بدون تشويح. وهنا البطاطس كانت استوت، وطبعا زي ما قلت لكم لازم نسلقها كويس بحيث انها تتهرس معانا بشكل ناعم. وهنضيف عليها على طول الرز اللي سويناه. ولو حسيتي ان الرز لسه ما هواش طري قوي ضيفيله كمان يعني شوية مية صغيرين، ربع فنجان برضو، لغاية لما الرزاية تستوي وتبقى طرية معانا. وهنهرس البصل مع الرز كويس جدا بحيث ان يبقى كله متداخل مع بعضه، ما يبقاش الرز ظاهر من البطاطس. وبعد كده هنضيف عليها البصل. وعندي هنا الخضار اللي استخدمته نص فلفلاية حمراء وجزراية. طبعا اي نوع خضار انتوا حابينه بقى ضيفوه. حابين تضيفوا كمان زيتون، ممكن قطع زيتون، ممكن لو حابين مشروم شوحوه مع البصل وضيفوه. تضيفوا الوان فلفل تانية براحتكم. طبعا الفلفل لازم نقطعه صغير جدا. وهنبشر الجزراية وهنضيف الخضار للبطاطس. ونقلب كويس. وبعد كده هنحط لها شوية بهارات. انا هنا استخدمت نص معلقة صغيرة من البصل باودر والثوم باودر وفلفل اسمر وسبع بهارات. والملح كمان ضفت حوالي معلقة ونص صغيرين، وشوية بقدونس. وكمان هنضيف عليها 50 جرام، حابة تزيدي كمان الجبنة شوية مش مشكلة. انا هنا ضفت حوالي 50 جرام من الجبنة. كان عندي ميكس جبن وبيضة. لو عندك جبنة شيدر بس ضيفيها، اي نوع جبنة عندك متاح استخدميه، بيدي طعم حلو جدا للكفتة. وهنقلب الكفتة بحيث ان كله يندمج مع بعضه، كل المكونات تكون متداخلة مع بعضها. طبعا هنا دوقي الملح، لو لسه محتاجة شوية ملح ضيفيه. وعندي هنا يعني هبل كده ايدي بطبقة زيت بسيطة، وهنبدأ ان احنا نشكل الكفتة بتاعتنا. طبعا هنحط على الصينية او على الطبق كيس نايلون بحيث ان احنا نعرف نخرجها لما نحطها في الفريزر، نعرف نتعامل معاها. وبين كل طبقة وطبقة هنضيف برضو كيس نايلون. وانا هنا شكلتها اقراص، ممكن طبعا تشكليها صوابع بس تخليها سميكة شوية في الطول والسمك بتاعها. وممكن طبعا تصغري حجم القرص عن كده فهيديكي كمية اكبر. وبعد ما تشكلي الكمية كلها هتنقليها على طول على الفريزر. طبعا معذرة، يفضل طبعا ان انتي ما تضيفيش اي مواد سائله ليها، ما تضيفيش حليب، ما تضيفيش طماطم، بحيث ان تبقى العجينه بتاعت الكفته متماسكه. وبعد ما نحطها في الفريزر هنطلعها وهنعمل لها طبقه التغليف بتاعتها. عندي هنا شويه بقسماط وهنعمل لها طبقه توبنج بسيطه خالص خالص وغير مكلفه تماما. هنضيف 3 معالق من النشا يكونوا مليانين،
وهضيف كمان عليها 3 معالق او 4 معالق من الدقيق، ونقلب كويس. وهنضيف عليها طبعا شوية فلفل اسمر، والملح هنظبطه، ضيفوا شوية ملح وهتظبطوه بعد ما تحطوا المية على المواد الجافة، بحيث ان انتوا تظبطوا كمية الملح بس ما تخلوهاش كتيرة. وهنا المية هنضيفها شوية شوية، بحيث ان طبعا ما نزودش مية فنرجع نزود دقيق ونشا تاني. ضيفوها بالتدريج وقلبوا كويس جدا لغاية لما المكونات الجافة تدوب تماما. وتبقى ناجحة معاكم ازاي؟ لما ترفعوا المعلقة تعمل خط مستقيم ما يتقطعش معانا كده، تبقى التوبنج ده مظبوط تماما. وهننزل على طول بالكفتة ونغلفها كويس بيه، وهننقلها على طول على البقسماط ونغلفها بالبقسماط كويس جدا من كل الجوانب. طبعا يفضل انت تعملي الكمية كلها، وبين كل طبقة وطبقة برضو هنضيف كيس نايلون. وعلى الفريزر، وفي اي وقت انت حابة تستخدميها للغدا للعشاء، هتكون سهلة جدا وموفرة لوقتك ولمجهودك كمان. طبعا يفضل ان انت التوبنج بتاعنا ده، يفضل انت ما تستخدميش البيض وبقسماط، يعني بدل ما تستخدمي ده تحطي بيض وبعد كده تحطيها في البقسماط، لان البيض بصراحة بيخليها بعد ما بتبرد بتبقى طرية جدا، وفي نفس الوقت بيخليها تشرب زيت كتير. فاعمليها بالتغليف ده بجد، اولا مش مكلفة خالص، وفي نفس الوقت هتديكي قرمشة ممتازة بصراحة، وعلى قد الايد كمان. وتأكدي انها اتغلفت كويس جدا. بعد كده طبعا بعد ما تخلصي الكمية غطيها وسيبيها في الفريزر براحتك في اي وقت. وانا هنا طبعا ساعة التحمير هنحط الزيت وهنسيبه يسخن كويس، وبعد كده هنضيف الكفتة ونخلي النار بتاعتنا اقل من المتوسطة، لان الكفتة مستوية اصلا مش محتاجة مننا يعني نار كتير. وهنقلب فيها باستمرار بحيث انها اول ما تاخد لون ذهبي يكون جميل وعاجبك كده، شيليها على طول. ولذلك شايفينها ما شاء الله لا فكت ولا يعني كانت مش ناجحة، بالعكس كانت ممتازة جدا. وانتي بتقلبيها برضو بالراحة عليها، بس طبعا ما تحطيهاش ابدا والزيت بارد، لان كده ممكن الكفتة هتفك منك فعلا عقبال ما تاخد وقت، عقبال ما الزيت كمان يسخن وهتشرب زيت كتير جدا. ما تحمريهاش الا لما يكون الزيت سخن. بعد كده شيليها على مناديل مطبخ او في اي مصفى شبك، المهم انها تنزل الزيت الزيادة اللي فيها. وزي ما انتم شايفينها لونها ما شاء الله جميل، وبجد عجبت كل اللي اكل منها. كانت دايما امي الله يعطيها الصحة كانت دايما تعملها لنا واحنا صغار، فكانت فعلا لذيذة وكنا بنحبها جدا. اتمنى ان شاء الله تجربيها وباذن الله تنجح معاكي. ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله تعملوا لايك ليه، ودمتم جميعا في امان الله.